من هذه النيابة. النقطة الثانية هي التعليم. التعليم كلنا عارفينه واتكلمنا فيه، والأستاذ محمد قال كلام نفيس جدا وأيده فيه، ولكن عايز أقول إن التعليم عندنا محتاج إنه يمتد رأسي لفوق ولأسفل. أسفل هي الطفولة، من السنة الأولى من العمر إلى السنة السادسة. هذه هي المرحلة السنية التي تولد فيها مقدرة الطفل على الابتكار والإبداع، ونمو العقل ومهاراته تكتسب في الأساس في هذه المرحلة، وتقدم الأمم يقاس بين اهتمامها بهذه المرحلة السنية التي كثيرا ما تسقط من الحساب. النقطة الأخرى في التعليم فوق بعد الجامعة قضية البحث العلمي. الاستثمار في العلم هو يعطي أكبر العوائد من أي نوع آخر من الاستثمار. أسمى السلع الآن في هذا العالم هي إنتاج المعرفة الجديدة. إذا كنا نهتم بالبحث العلمي ونهتم بتطوير المعرفة الجديدة والتكنولوجيا المنتجة للسلع والخدمات، هي هنا الفلوس وهنا العائد وهنا الثروة الجديدة التي يمكن الانتظار إلى ثروات هذا الوطن. النقطة الثالثة هي الطفل، وأنا أشرت إليها، وهناك كلام كثير يتعلق بماذا يتعلم علينا أن نفعل لأطفالنا سوف تكون محل إن شاء الله. شكرا جزيلا والسلام عليكم. شكرا للسيد الدكتور عبد الحميد مصطفى. انتهى الآن الجزء الخاص بالتقارير المقررة. يبقى الموضوع أريد أن أشير إليه وإلى أهميته لأن نتكلم فيه عن الأدب، ورغم تنبيه الأستاذ محمد سلمان في لقاء الموضوع المسلمين بالخير. وإحنا حالات اللقاءات مع عدد التفاصيل الخارج يمكن الاتصال بنا ببعضنا بعدد مننا بالنقل الوزير علشان نظبط نص من النصوص داخل المشروع. أخيرا الاجتماع القادم إن شاء الله الساعة 3 اليوم